هاتيلي قشر برتقان وتعالي نعمل شوية حاجات هتتحدي بيهم الشركات. بجد بدون مبالغة تابعي الفيديو لغاية الآخر. هقولك على شوية أفكار تستخدمي قشر البرتقان فيها، يعني ممكن تكون أول مرة تشوفيها، بس أنا متأكدة إن انتي لو جربتيها هتعجبك جدا جدا وهتنجح معاكي، وهتدعيلي وهستنى منك تعليق حلو في الفيديو، وكمان هستنى منك رأيك في كل الأفكار اللي احنا هنقولها في الفيديو. سموا الله وصلوا على رسول الله، وتعالوا نبدأ الحكاية من أول ما قشرنا البرتقانة. طبعا انتوا عارفين ان اليومين دولت موسم البرتقان، فالحمد لله متوفر عندنا بكترة في البيت. ربنا يزيد يعني ويبارك، وبناكله كتير اليومين دول. اول حاجه هتجيبي لي برتقانتين كده وتبداي قشريهم بالمقشره، لاني عايزه القشره الخفيفه اللي بره بس، ما تجيش جنب الابيض اللي جوه ده، انا محتاجه منك القشره الخفيفه اللي بره. قشري بقى برتقانتين تلاتة، يعني طول ما انتوا قاعدين مع الولاد كده اول ما حد يقول لك قشري لي برتقانه اقول له بس انا اللي هقشر، محدش يجي جنب البرتقان عشان خاطر تعرفي بالظبط انت هتقشري ازاي. اول فكره معانا وهنعملها النهارده اني هحط قشر البرتقال الخفيف، احنا خدت القشره الخفيفه زي ما قلنا، وحطيت عليهم نص كوبايه من السكر وكوبايه كامله من الميه. تحبي تزودي الميه زودي عشان هنستفاد بيها، بس لو هتزودي الميه زودي السكر، لان انا عايزه اعمل زي عقد، فلازم يكون تقيل معايا شويه. هسيبهم بقى يغلوا على النار لغايه ما شايفين كميه الميه قلت ازاي، وبعد كده هضيف كيس من الفانيليا، وهبقى انا كده عملت احلى فانيليا برتقان. بدخلها بقى في ايه، تستخدميها في ايه يا نهى؟ دي بقى تتحدي بيها فعلا الشركات، هتستخدميها مع الكيك، هتستخدميها مع البسكوت، هتستخدميها في مثلا بتعملي بط بالبرتقان، تقدري تاخدي قطعة او قطعتين. طب هنحافظ عليهم ازاي؟ هجيب اي برطمان عندي هكون غسلاه كويس قوي ومعقماه زي ما شايفين كده، انا بعقمه كده، يعني غسلته وحطيته كده فوق الحرارة بتاعة البوتاجاز وهي والعة عشان خاطر اتأكد ان هو تعقم. معلش اسفه. وبعد كده بقى بعد ما سبته يبرد خالص هبدا بقى ان انا احط القشر اتسلق تماما، يعني انا لو حطيت ايدي على القشر دلوقتي هلاقيها اتهرست تحت ايدي. اوعي تشيليها وهي مش مستويه عشان مش هتعرفي تستخدميها بعد كده في الحلويات، فلازم نتاكد ان هي اتهرست تماما. وبعد كده هناخد الميه ام سكر اللي هي غليت فيها ونحافظ عليها، الميه دي هي فانيليا البرتقال، يعني ممكن تاخدي منها معلقه او اتنين وتحطيهم في الكيك بتاعك بدون قشر البرتقال كمان، فانت كده عملتي احلى فانيليا. الفانيليا عباره عن سكر، فهي سكر البرتقال دلوقتي. كده اول فكره عجبتنا وان شاء الله قصدي عملناها وان شاء الله تعجبكم يعني، وتنزلوا تعملوا لايك كده وتسووا لي تعليق حلو وصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي بتتابعوني منين. تاني فكرة هنعملها وهي برضو قشر برتقان، بس دي قشرناها عادي جدا. وكان عندي طبعا قشر ليمون، انتوا عارفين ان احنا بنخزنه وبنستخدمه عشان بنعمل بيه الصابون بتاع الشهر بتاعنا، فانا خدت حبة من دول على حبة من دول عشان قشر البرتقان كان قليل. تقدري تعملي الفكرة دي بقشر الليمون، وتقدري تعمليها بقشر البرتقان، وتقدري تعمليها زي ما انا عملتها كده دلوقتي، الاتنين مع بعض، ودي بتكون قوية جدا ريحة وفي نفس الوقت مفعولها قوي. حطيت عليهم كوبايتين من المية، المهم ان هو القشر يتغطى بالمية، وانا بحتاج المية فممكن تحطي كوبايتين تلاتة بس حسب كمية الليمون وقشر البرتقال عشان عايزاها تبقى مركزة، يعني ما تكتريش المية ويبقى القشر قليل. انا سلقتهم تماما، يعني لازم يكونوا تماما دي عشان خاطر لما ابدا ان انا اضربهم في الخلاط يعني يتهرسوا معايا ويتحولوا لمعجون. اخدت المية اللي انا سلقت فيها وركنتها على جنب. هبدأ بقى اخد الليمون، قشر الليمون وقشر البرتقال وقشر الاستفندي، على فكرة يا جماعة حلو جدا جدا وريحته قوية جدا، يعني لو عندك قشر الاستفندي هينفع معاكي، كل دي حمضيات وفي التنظيف ممتازة. هبدأ اخد بقى ايه المية اللي انا خزنتها على جنب دي، لقيت الخلاط مش عايز يمشي فممكن تضيفي مية عادية وممكن تضيفي المية بتاعة السلق، فانا حطيت حبة في حبة كده لغاية ما تكون عندي المعجون ده. هتعملي ايه بقى المعجون بقى ده؟ يعني بصوا ده سحر في حاجات كتير قوي، سواء منظفات وسواء اكل. طب ازاي يا نهى هتدخليه في الاكل؟ ده احلى حاجة تقدري تعملي بيها تنضفي بيها الطيور، يعني الفراخ البط الاسماك، كل حاجة فيها ريحة زفارة انسي. معلقة واحدة، بصوا اليوم ده بالصدفة انا كنت نقع الفراخ فحطيتها في المية اهو، وهحط معلقة من المعجون. طب لو انا هخصصه للاكل بس يا نهى هضيف عليه ايه؟ لو هتخصصيه الاكل بس ممكن تضيفي عليه جنزبيل وشويه ملح،
جنزبيل بودر وشوية ملح. تخيلوا بقى قشر البرتقان والاستفندي او قشر الليمون مع الجنزبيل مع الملح في تنظيف الطيور. انسي اي ريحة زفارة. اتمنى تكون الافكار عجباكم وتكملي معايا لغاية اخر الفيديو، في افكار احلى من كده بكتير. طب لو انا هستخدمه في التنظيف يا نوع، عايزه اقول لكم كل حاجه، استحملوني في الرغي شويه، بس عايزه اقول لكم ان الحاجات دي فوائدها كتير جدا وما كلفتنيش حاجه. زي ما انتم شايفين قشر بنرميه انا طلعت منه الافكار اللي انتم شايفينها دي بدون اضافات يعني كتير. خدت حبة بقى من المية اللي انا كنت حطاهم الكوباية، انا كنت سايبة كوبايتين، كوباية مشينا بيها الحاجة في الخلاط، والكوباية التانية زي ما انتم شايفين حطيت عليها ايه، بس الكاميرا ما صورتش من فوق. حطيت عليها نص كوباية خل وشوية مية. يعني نص كوباية من المية بتاعة السلق، نص كوباية من الخل، نص كوباية من المية. لمعي بقى ارضيات، لمعي رخام، لمعي، تعالوا بس انا هوريكم بعينيكم. شايفين الخلاطات عاملة ازاي، وشايفين اللي هي يعني مطفية ازاي. فهبدأ بقى ألمع الخلاط، مجرد ما هرش عليها المادة بتاعتنا دي او الخليط اللي احنا عاملينه الحلو ده، هترجع تلمع معاكي. انت كأنك جبتي ليمونة او جبتي برتقانة ودعكتي بيها الاستانلس بتاعك. فتخيلي هتكوني النتيجة ازاي. فطبعا ده مية وخل يعني تركيز قوي، وكمان الليمون او البرتقان، فطبعا هتديكي لمعة حلوة قوي. طب نيجي بقى للحاجات اللي هي الصابون بيبقى عامل مكانه تكيسات وتكلسات كده ومجير، زي ما بنقول كده، احنا بنقول عليه مجير على الرخامة بتاعتك او على الحوض. ابدأي رشي معاها، هتلاقي بيحصل كده ايه، كل ده بيفور معاكي وبيرجع الحاجة نضيفة زي الفل. طيب ممكن نستخدمه في ايه تاني يا نهى؟ لا عدوا معايا يعني، ما تزهقوش وعدوا معايا. المرايات يعتبر هو المادة اللي احنا حاطينها دي اصلا هي المادة اللي انتي بتنضفي بيها المرايات. يعني لما بتجيبي المنظف بتاع الزجاج اللي بيكون سعره بقى ما شاء الله، يعني كل الحاجات دي سعرها عدى دلوقتي. شوية المنظفات اللي احنا عاملينهم بمية البرتقال دول وبقشر البرتقال دول هيوفروا عليكي حوالي 500 جنيه. 500 جنيه، ايوه عدي معايا لسه في افكار كتير. فبصوا المرايه وغسلتها رجعت زي الفل من غير اي حاجه. طيب ايه بقى الوصفه اللي بعد كده؟ هقولك على حاجه بقى هتدعي لي عليها، وادعي لي من دلوقتي كده. ربنا يوفقنا جميعا يا رب. وادعوا لامي وابويا بالرحمه. ربما الفيديو ده انتوا تشيروه كده كتير ويوصل لعدد كبير، فعدد كبير جدا يعني يدعي لهم. ربنا يرحم امواتنا ويرحم امي وابويا واموات المسلمين اجمعين. حطيت شوية من عصير المية بتاعت البرتقال. ركزوا بقى انتوا معايا عشان الوصفات كتير. حطيت النص كوباية الأخير بقى، احنا كنا شايلين نص أخير. وحطيت معاه نص كوباية من أي معطر ملابس، ده كان كومفورت، أي نوع معطر ملابس. وحطيت ربع كوباية من الكلور الخام. التلات مكونات دول مع بعض، الدوني وعصير البرتقال والكلور الخام. انا عارفه ان الدوني مقاطع يا جماعه، فانا ما بقولش الدوني، انا بقول معطر ملابس. وانا قلت لكم على نوعه. قلبي بقى الخليط ده مع بعضه، هتلاقي لونه اتغير. يعني الاول هيديكي لون اصفر كده، لكن الكلور الخام هيكون هو الغالب اللي هيسود في الاخر. فهتحسي ان الخليط بتاعك ده اتحول للون ابيض شويه. هتبقى ازازه، انا عندي ازمه في الازايز، ازازه برطمان اي حاجه وحطيه فيه. طب ده هتعملي بايه يا نهى؟ المسح يا جماعه. بصوا لونه اتحول ازاي، انا ما حطيتش عليه اي اضافات. هو الكلور غلب، امتص كل الالوان اللي موجوده في المكونات، وغلب عليه اللون الابيض اللي انتوا شايفينه ده. المسح، الزفاره بتاعت السيراميك اللي انتي بتحسي بيها، ده لما تمسحي شقتك بقى انا عارفه ان انتي هتدعي لي من ريحه النظافه. ريحه الدوني مع ريحه الكلور مع المفعول بتاع ميه سلق قشر البرتقال والليمون في النظافه حكايه. حكايه حاجه ببلاش. ده بقى كلوريكس، نقول عليه كلوريكس الوان، نقول عليه كلوريكس يعني الارضيات. انسي شوفي بقى احنا عمالين نوفر ازاي. ارضيه الحمام بقى، ارضيه المطبخ، وارمي كده حبه وسيبيهم بقى. ما تستعجليش زيي انا بستعجل ليه، عشان ببقى عايزه اصور لكم الحاجه بسرعه وابين لكم النتيجه. انا مش عايزه اقول لك والله العظيم، انا مش بحلف في فيديوهاتي كتير، بس ريحه النظافه وانا راميه المحلول اللي احنا عملناه دوت او التركيبه اللي احنا عملناها دي في الارض، ريحه جباره. ريحه الدوني مع ريحه الكلور مع ريحه البرتقال، حاجه كده حكايه قوي قوي. جربيه ان شاء الله هيعجبك جدا. وعملتهم بس كده بالفرشه عشان اوريكم يعني ان هو بينضف. وبس هو غالبا بتكون اكتر
التركيز القوي ليه هيكون في الريحة، وانتي بتمسحي هيغير ريحة شقتك وهتحسي بريحة نظافة حلوة جدا. ان شاء الله الوصفة الجاية بإذن الله هتكون عن الصابون من نفس المكونات زي ما احنا شغالين. مرضتش اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، اسيبكم في حفظ الله ورعايته، وهنتظر منكم رأيكم في الفيديو وتعليق حلو منكم ولايك حلو. هسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.